قبل ما نبدأ الفيلم صلى على النبي وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. ويلا نبدأ فيلمنا بيبدأ في الامبراطورية الصينية اللي بتكون أقوى امبراطورية في العصور الوسطى، لأن الجيش الصيني بيستخدم الوحوش المفترسة أدوات للحرب. وبنروح لسجن الوحوش وقصر الجنرال سون اللي بيحاول يروض الوحوش ويستخدمهم في انقلابه على الملك علشان يستولى على الحكم. وبيقدر سون يقبض على لاكي ملك الوحوش اللي بيكون وحش صغير وشكله لطيف لكنه ملك الوحوش، ولما بيغضب بيتحول لوحش مرعب جدا. وبيحاول سون يضربه بالقرباق علشان يفقد اعصابه علشان يتحول، لكن لاكي بيكون مش قادر يتحول بسبب تعذيب الحراس ليه بشكل مستمر. وبيلاحظ الجنرال سون ان الوحش مش راضي ينفذ اوامره بالرغم انه بيعذبه، فبيدي القرباق لاوشن، واوشن بيكون مروض الوحوش بتاعه. بعدها بيسيبه ويمشي. واوشن كان محارب في قصر الامبراطور وبيكون عارف ان الجنرال سون شخص ظالم وهيدمر الامبراطورية الصينية، فبيرفض يعذب الوحش لاكي لانه شايف انه وحش لطيف ومش مؤذي. وبيقرب منه وبيديله اكل كمان، وبعدها بيهربه من السجن وبيخليه يعيش في الغابة علشان يبقى بعيد عن الجنرال سون. ومع الوقت بيكون اوشن صداقة مع لاكي وبيقدر يروضه كمان. ولما بيعرف الجنرال سون ان الوحش هرب بيتعصب وبيؤمر حراسه يقبضوا عليه بأي طريقة، وبيعمل جايزة 30,000 قطعة ذهبية لأي حد يقبض على الوحش لاكي أو على أوشن. وأوشن بيخسر مستقبله كمحارب كبير في الصين بسبب لاكي وبسبب انه رافض ظلم سون، وبيوصل الخبر لكل سكان الصين. بعدها بيعمل الجنرال سون منافسة بين محاربين فنون القتال وبيخليهم يجيبوا التلاميذ بتوعهم للقتال علشان يعرف مين فيهم أقوى ويعرف مين فيهم هيقدر على لاكي لأنه ملك الوحوش وصعب ترويضه. وفجأة بتقع صخرة كبيرة من على الجبل وبتروح ناحية المحاربين اللي بيتنافسوا وبتبعدهم عن بعض. وبنكتشف ان في حد بيستخدم السحر هنا وبيحرك الصخرة دي علشان يقتل شخص اسمه شين. وشين ده بيكون محارب قديم عند الجنرال، وبيقدر شين يهرب من الصخرة. وبنكتشف ان قائد الجيش قدر يقبض على اوشن في مدينة عند الجبل ومخبيه في صندوق علشان يسلمه للجنرال وياخد المكافأة اللي هي 30,000 قطعة ذهب. وبيجي الليل وبنلاقي حرامي اسمه بليد وبيكون بيسرق بيت في المدينة هو وبيلا المساعدة بتاعته، وبيلاقي واحدة بتراقبه واسمها فيرجيت وبيكون فاكرها واحدة من جنود الامبراطور وهتبلغ عنه. فبيروح وراها علشان يقبض عليها، فبتقوله انها رئيسة عصابة وبتخطط لسرقة 30,000 قطعة ذهب، وبتعرض عليه ينضم ليها ويساعدها مقابل 10,000 قطعة ذهب وبيوافق. وبتعرفه المكان اللي هيتقابلوا فيه وبتسيبه وتمشي. وتاني يوم واحد من الجنوب بيقول للجنرال سون ان المنافسة اللي هو عاملها خلصت وان المحاربين كلهم قتلوا بعض قبل ما يروحوا لمهمة القبض على الوحش لاكي. وسون بيضحك وبيقول له ده كان متوقع من البداية، وبيقول له انه عمل كده علشان المحاربين يخلصوا على بعض وبكده يكون خلص من اقوى محاربين الصين، وساعتها يقدر يعمل انقلاب على الامبراطور من غير ما يواجه اي مشاكل. بعدها بيروح بليد وبيلا للمكان اللي فيرجيت قالت لهم عليه، وبيكون قصر مهجور وهناك بيقابلوا حرامي اسمه مونتو بينضم للعصابة بتاعتهم. بعدها بيجي 2 قطاع طرق بيكونوا عايزين يسرقوهم، لكن بتيجي فيرجيت وبتضربهم، لكن لما بتعرف انهم حرامية بتضمهم للعصابة علشان عددهم يزيد ويقدروا ينفذوا المهمة. وبتقول لهم ان قائد جيش الجنرال هيعدي على المكان ده كمان 3 ساعات علشان يروح قصر الجنرال وهيكون معاه صندوق كبير فيه 30,000 قطعة ذهب. وبليب بيقول لهم ان قائد الجيش عنده علاقات نسائية كتير وممكن نستخدم ده لمصلحتنا عن طريق ارسال بيلا المساعدة بتاعته تستدرجه للقصر المهجور وتأكلوا لحمة فيها مخدر. وبمجرد ما ينام يسرقوا الصندوق وبتعجبهم الخطة وبيوافقوا كلهم. في الوقت ده بيقع من السطح شخص اسمه شين اللي كانت الصخرة بتجري وراه علشان تقتله، وبنعرف ان شين شخص ذكي جدا وبيقدر يحلل شخصياتهم كلهم، وبيكتشف انهم بيخططوا لعملية سرقة وبينبهروا كلهم بذكائه. وبتقرر فيرجيت انها تضمه للعصابة، ولما بيعرف الخطة بيقول لهم ان الخطة دي هتفشل لان المكان مهجور واي حد هيشوفهم هيعرف انهم قطاع طرق. وبيقول لهم لازم تنظفوا القصر ده علشان تستدركوا القائد فيه ويخلوه يدخل المكان علشان يرتاح فيه، وساعتها ممكن يخدروه وياخدوا الصندوق. وفعلا بينظفوا المكان ويحولوه لفندق، واول ما بيدخل القائد كلهم بيستقبلوه كلهم متنكرين لانه مطلوب القبض عليهم. وبنتفاجئ ان القائد مش معاه صندوق الذهب وبيكون معاه الصندوق اللي فيه اوشن مروض الوحوش اللي هرب لاكي. وبعدها بيتنكر قطاع الطرق على شكل الستات وبيرقصوا علشان يخدعوا القائد وبيحاولوا ياكلوه اللحمه اللي فيها المخدر لكنه مش بيرضى ياكلها. وبيكتشفهم هما الاتنين وبيعرف انهم عصابة عايزة تخطف اوشن علشان تسلمه للجنرال علشان ياخدوا المكافأة. فبتقرر فيرجيت وباقي العصابة انهم يحاربوهم وبيقفلوا كل الانوار ويقتلوهم في الضلمة، ما عدا قائد الجيش بيقدر يهرب علشان يبلغ الجنرال باللي حصل. والعصابة بتاخد الصندوق علشان يفتحوه وبيلاقوا فيه اوشن. في الوقت ده شين بيجري ويقفل الباب وبيقول لهم ان في وحش بيطارده، وبيسمعوا صوت الوحش على الباب وبيستخبوا منه وهم خايفين. ولما بينفتح الباب بيدخل لاكي وبيلاقوه وحش لطيف وصغير جدا، فبتقرب منه بيلا المساعدة بتاعت بليد
ولما بتقرب منه بتلعب معاه بالاجراس بتاعتها، ولاكي بيكون فرحان جدا ومتحمس وبيكهرب بيلا بدون قصد. واول ما بيشوف شين بيتحول لوحش ضخم علشان يقتله بسبب انه عمل له حاجه، فبيجري شين بسرعه وبيستخبى جنب الصندوق اللي فيه اوشن، وبعدها بيستخبى ورا فيرجيت وبيهجم عليه على طول. لكن فجأة بيخرج اوشن من الصندوق وبيضربه قبل ما يأذي حد، وبيرجع لاكي لشكله الطبيعي وبيبدأ يعيط لأن صديقه اوشن هو اللي ضربه. وبيحاول اوشن يقرب منه علشان يعتذر له، وبيفكره باليوم اللي هربه من السجن لما اداله اجراس هديه دليل على صداقتهم. لكن بيشوف اثار حرق على ايد لاكي، بيساله مين اللي عمل فيك كده، لكن لاكي ما بيرضاش يرد عليه وبيسيبه ويمشي. وبيقع اوشن على الارض لانه مصاب، وبتكون سبب الاصابات انه كان في بيت حبيبته فيرجيت على الجبل قبل ما ينقبض عليه. وفجأة هجم عليهم جيش الجنرال، واضطر اوشن انه يهرب حبيبته ويواجه جيش الجنرال لوحده، لكن عدد الجنود كان كتير جدا وقدروا يهزموه. ولما بيكتشف العصابة ان اوشن حبيب فيرجيت بيعرفوا انها كدبت عليهم علشان يساعدوها تنقذ حبيبها، وبيتخانقوا معاها ويقبضوا على اوشن علشان يسلموه للجنرال وياخدوا المكافأة. فبيستخدم اوشن قوته ويخنقهم وبيقول لهم انه ممكن يقتلهم حالا. وبنعرف ان لاكي كان بيطارد شين علشان هو واهل المدينة حرقوه. وبتخرج بيلا علشان تدور على لاكي وتطمن عليه، وبتكون مش خايفة منه لانها لعبت معاه وعرفت انه لطيف. وبتدخل الغابة وبتلاقي لاكي قاعد في كهف لوحده وبيعيط بسبب الحروق اللي على جسمه، فبتحاول تساعده لكنه بيرفض، وبيكون خايف منها لانه فقد ثقته في البشر بسبب اللي عمله اوشن. وبيلا بتقوله انها مش هتأذيه وبتحط له اعشاب على الجروح. بعدها بيثق فيها لاكي وبيوريها صور على الجدران وبيعمل لها حركات كونغ فو. وبتلاحظ بيلا هيكل عظمي لمحارب مشهور اسمه يانج، وبتفهم بيلا ان لاكي اتعلم الكونغ فو من المحارب ده، وبتخليه يعلمها الاسلوب بتاعه القتال بايد واحده. وبيوصل قائد الجيش للجنرال وبيحكي له اللي حصل، لكن الجنرال بيقرر يقتله علشان فشل في مهمته، وبيجهز رجالته علشان يروحوا للقصر المهجور اللي فيه اوشن. ولما بيقربوا من القصر بتشوفهم بيلا وبتطلب من لاكي يرجع الكهف بتاعه تاني. بعدها بتروح القصر بسرعة علشان تحذرهم، وبيقرر كل افراد العصابة انهم يهربوا ما عدا اوشن وفيرجيت لانهم عارفين ان مفيش سبيل للهرب. لكن فجأة العصابة بيرجعوا القصر التاني لانهم بيكتشفوا ان الجنرال محاصر القصر كله، فبيفكروا ازاي يخرجوا من الموقف ده. وبيدخل الجنرال سون وبيلاقيهم لابسين لبس حراس الامبراطور، وبتقول له فيرجيت انها ليها سلطة عليه، وبتهدده انها هتقول للامبراطور لو ما خرجش. فبيقول لها انه بيدور على الوحش بتاعه وكمان بيدور على واحد اسمه اوشن. لكن قبل ما يخلص كلامه بتقول له انها عارفة خطته وانه بيدور على الوحش علشان يعمل انقلاب ويحكم الصين، ودي جريمة عقابها الموت. وعلشان تأكد له كلامها بتوري له اوشن على اساس انها قبضت عليه، وكمان استجوبته وعرفت منه كل المعلومات دي. في الوقت ده لاكي بيتفرج على فيرجيت وهي بتكذب على الجنرال، وبتقول له انها قبضت على الوحش وحطته في شوال. وفعلا بتنجح خطة فيرجيت، والجنرال بيعتذر لها على جرايمه وبيكون خايف الامبراطور يقتله. لكن فجأة بيخرج لاكي للمكان وبيشوف الجنرال وبيكتشف الخطة، وبيعرف ان فيرجيت بتخدعه. وفجأة بليب بيعتذر للجنرال وبيقرر ينضم ليه ويخون العصابة كلها، وبيكونوا مصدومين من اللي عمله لانهم وثقوا فيه. وعلشان يبرر خيانته ليهم بيزعق لفيرجيت وبيتهمها انها استغلته لما خلته ينضم ليها علشان يسرقوا صندوق فيه 30,000 قطعة ذهب. بعدها بيقف ورا الجنرال سون ويطعنه بالخنجر في ظهره، وبنكتشف انها كانت خطتهم من البداية. لكن الجنرال بيتضايق وبيأمر الجنود يخلصوا عليهم، لكن اوشن بيهجم عليهم وبيتفاجئوا ان سون اتعافى من الطعنة اللي خدها، وبيمسك فيرجيت وبيخنقها قدامهم. فبيهجم عليه اوشن وبيحاربوا بعض باسلوب القوة الداخلية، لكن سون بيهزمه. واوشن بيقول لهم ان اسلوب الجنرال قوي جدا ومستحيل يخسر الا باسلوب الايد الواحدة بتاع المحارب يانج. ومن حسن الحظ بتكون بيلا اتعلمت الاسلوب ده من لاكي لما كانت معاه في الكهف، وبتقرر تواجه الجنرال لكنها مش بتقدر تهزمه لانها مش متمكنة من الاسلوب ده لانها لسه متعلماه. فبيحاول باقي العصابة يساعدوها، لكن الجنرال هو اللي بيكسب. واول ما بيشوف لاكي بيضربه بالقرباج وبيقول له انه هيرجعه السجن تاني. هنا بيتعصب لاكي وبيمسك القرباج بسنانه وبيتحول لملك الوحوش، وبيفضل يضرب في الجنرال لحد ما يفقده قوته. والجنرال بيطلع شعلة نار علشان يدي اشارة للجنود تهجم، لكن بيتفاجئ ان شين سرق منه الشعلة، وبكل غباء بيستخدمها من غير ما يعرف ان دي اشارة للجيش، والجيش بيضرب عليهم بالمدافع علشان يدمروا المكان. لكن الوحش لاكي بيقرر يحميهم وبيطلع على السطح وبيصد كل القرات النارية وبيرجعها على جيش الجنرال تاني علشان تقتلهم، وبيقدر يقضي على جيش الجنرال لوحده، لكنه بينصاب وبيرجع لشكله الطبيعي تاني. وبيلا اول ما بتشوفه بتفضل تعيط وبتفكره مات، بس بيفوق لاكي وبيكون فرحان جدا علشان كلهم مهتمين بيه وخايفين عليه. ولاكي اخيرا انتصر على سون اللي كان بيضربه، وبيخرجوا من القصر وبيفضل لاكي يجري ورا شين، وشين مش عارف السبب. بيقول له اوشن ان معاه الجرس بتاعه اللي اداهوله هدية لما كان في السجن،
وبياخد منه الجرس وبيرجعه اللاكي وبيقول له يهرب للغابة ويعيش في الكهف علشان ما حدش يطارده. فبيعيط لاكي وبيقول له انه هيحتفظ بالجرس ده للأبد لانه رمز صداقتنا، وبيودعه وبيمشي وبيكون فرحان جدا لانه هيعيش حر للأبد. بعدها بليب بيعترف لبيلا انه بيحبها لان قلبها طيب وكانت خايفة عليه طول الوقت، وبيقطعوا اوشن وبيشكرهم كلهم وبيقول لهم ان في مخزن في الجهة الشرقية للجبل مليان ذهب وده هدية ليهم علشان ساعدوه. وهنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، واشوفكم الفيلم الجاي. سلام.